زمان علشان تدخل عالم التمثيل والفن كان لازم تكون شخص دارس بقى في معهد السينما، في معهد فنون مسرحيه. ايه ده؟ يعني في طريقه اهو ندخل بيها المجال ونبقى مشهورين. ايوه فعلا في، بس هو انت مش هتروح تقدم لوحدك يعني، او بتدخل المجموعه الثانويه تذاكر لك كلمتين في ثانويه عامه وتقوم داخل. لا يا حبيبي، ده انت بتمر باختبارات كتيره ومختلفه كلها عن بعض. مثل لي دور دخان طالع من مدخنة كبابجي. يعني انت ممكن تكون موهوب وجامد وهتبقى نجم في المستقبل وتروح تقدم وما تتقبلش عادي. ايوه يا عم، بتحصل زي ما حصل مع محمد هنيدي. رحت قدمت فنون مسرحيه فما قبلونيش، رحت ما خدتش 3 دقايق خلاص يا ابني. قلت له حضرتك طب اكمل يعني لسه عندي شويه حاجات بقى وبتاع. قال لي بقول لك ايه، مش عايزين وجع دماغ. هل محمد هنيدي بقى ما عندوش موهبه؟ لا طبعا اكيد موهوب، واكيد طبعا مش محتاج اجاوب على السؤال ده. وفي نجوم تانيين كمان اترفضوا في التقديم، بس ليه ما اتقبلش بقى؟ هل لان الاختبارات نفسها صعبه ومختلفه واعجازيه؟ يعني اصلا حتى فيلم رش جريئه اتريق على الحوار ده. هخليكي تعملي لنا دور واحده بتغرق في شبر ماجي، والفيلم كله كامل معمول عن قصه واحد بيحاول يقدم في معهد السينما. وهو هنيدي ما اتقبلش غير ان عشان الاختبارات صعبه؟ لا، ده في 5000 واحد بيقدم غيره. انت متخيل لجنه تحكيم كده بيجي لها ناس كتير في السنه وبيحاولوا يختاروا ما بينهم؟ يختاروا كام واحد؟ تقول لي 100 مثلا 200؟ ده قليل قوي. لا هم بيختاروا 7 او 12 في القسم الواحد. يعني تخيل دفعه كامله تبقى مثلا 7 تنفار او 8 حسب مواهب يا حبيبي، هنعمل ايه؟ فالدنيا مش احسن حاجه يعني، العالم مش وردي. مش هتروح تاخد اوراقك كده ولو عندك موهبه تتقبل بسهوله، لا. والمعهد ده طبعا لسه مستمر لحد دلوقتي. تروح تحفظ مونولوج عربي فصحى. أتظن يا كاسيوس أن تقذف بنفسك وسط هذا النهر الهائج وتسبح معي حتى الضفة الأخرى؟ فما كاد يتم كلمته حتى قذفت بنفسي وأنا في شكة سلاحي ودعمته أن يلحق بي. ومونولوج باللغه المصريه العاميه. مرة جو قال له تعرف تنط في البحر؟ قلت له نط في البحر. رحت ناطط في البحر، قلت له تعالى يا خفيف. فضلنا نعوم، أثر ووقع مني في المية. وبس يا سيدي، ربنا يكرمك بقى. لو نجحت في الاختبارات دي هتدرس 4 سنين، ومن بعدها هتاخد شهادة انك خلاص ممثل ومعاك كارنيه نقابة. فانت بقى ايه، خلاص انت هتبقى نجم بقى، سوبر ستار بقى، وخلاص الدنيا هتولع معاك، وتقول خلاص بقى انت هتبقى خليفة عمر الشريف في هوليوود. بس في الحقيقة مش شرط ده يحصل للأسف. ممكن تفضل قاعد في البيت وفي واحد غيرك من غير ما يدرس تمثيل ولا أي حاجة في حياته وتلاقيه موجود في كل الأعمال، أفلام ومسلسلات وكل حاجة، ومن وسطنا في الشارع وشبهنا كده. فهل دي حاجة تزعلك كشخص دارس للتمثيل او بتحب الفن زينا كده ان كزبرة يكون شخصية ناجحة؟ الصراحة لو انت دي حاجة مزعلاك او مضايقاك او حاسة في نفسيتك فدي مشكلة من عندك. مش هقولك، لان مفيش حد بياخد رزق حد والكلام ده المعروف طبعا يعني، لازم تكون مؤمن بيه عامة في حياتك. بس الصراحة كزبرة مش اول مغني شعبي ياخد فرصة انه يمثل. يعني عندك مثلا شعبان عبد الرحيم، مين كان يتصور ان هو ينفع يمثل او يظهر قدام كاميرا؟ الراجل ده مش بقولك عمل افلام، لا ده عمل مسرحية مع سمير غانم اللي هو مسرح بقى، ده اصل التمثيل. وعمل فيلم من اخراج داوود عبد السيد، فيلم مواطن ومخبر وحرامي. داوود عبد السيد ده راجل يعني من اهم المخرجين اللي جم في مصر. هل داوود عبد السيد هيعمل حاجة تضر الفن؟ اكيد لا. طب هل شعبان عبد الرحيم تمثيله كان وحش؟ لا برضه، بالعكس ده كان بيضحكني. الرواية دي كفرة. كفره ازاي؟ الحكاية دي على فكرة بتحصل في يجي 20 سنة مده برضه. يعني مفيش واحد في ال20 سنة صلى ركعة واحدة بس توحد الله. يا ساتر يا رب. ولا واحد يصوم في ال20 شهر الفضيل، ولا الله. أذان يدن طول ال20 سنة. اللهم زي احفظنا. ما يكون البلد دي كلها كفرة. طب يا عم تمثيل كزبرة وحش؟ لا، الراجل الصراحة دغري. عالدغي انا تعبان. وحتة اصلا ان كزبرة حقق حلمه من زمان ان هو يكون ممثل، وكان واخد المهرجانات دي كوسيلة انه يمثل، فدي حاجة جامدة تديك امل. انا حلم عمري يمثل والله العظيم. دول اطلع اخد قلمين. انا عايز اخد قلم واحد، بقول لك قلم في فيلم. حلم عمري والله. فقصة كزبرة دي تديك امل انك انت كواحد ممكن توصل عادي من غير ليك معارف ولا شلة في الوسط الفني، ولا انت ابن نجم ولا اي حاجة. فلا، كزبرة هو وصل من غير اي حاجة من دي. بس هل اصلا كزبرة موهوب ولا لا؟ هتعرف الاجابة قدام. اهلا يا صاحبي، انا محمد عادل، والنهارده هنتكلم عن الوصول وغزو العالم الفني. بص يا سيدي، انت كواحد عندك موهبه وعايز تظهرها للناس والناس تحبك وتفهمك، من رايي انك انت المفروض تتفرج على كزبره وتدرس حالته. مش عايز اقول تتعلم منه بس، لا، اقعد افهم كده وركز وشوف ليه الراجل ده ناجح، وشوف يعني ليه المنتجين اختاروه. طب يا عم سيبك من كزبره، ليه المخرجين بيختاروا انفلونسر وستاند اب كوميديانز يمثلوا الايام دي؟ كله بسبب اللي بيقدموه على الانترنت. فانت ممكن
ممكن كواحد دارس بس او موهوب بس مش شرط انك توصل، ممكن تمثل عادي بس مش شرط ان اسمك يكون مسمع، حتى ممكن تاخد وقت كبير على ما تقدر اسمك يتعرف وتاخدها سلمة سلمة، لانك لازم تلعب لعبة السوشيال ميديا. ده حتى النجوم والاسامي المشهورة بيلعبوا لعبة السوشيال ميديا دي لانها هي مهمة واداة من ادوات الممثل لازم يستغلها، او اداة اي حد موهوب لازم يستخدمها عشان الناس تعرفه. اقول لك ليه؟ اصل انت ممكن تكون راجل موهوب في حاجة بنسبة 80% ودارسها ومتعلمها، وفي واحد تاني موهبته 60% بس عنده جمهور. انت لو منتج هتاخد اللي عنده موهبته 80% ولا اللي موهبته 60% وعنده جمهور وشعبية؟ بنسبة كبيرة انت لو منتج فانت بتكون بتفكر في الفلوس، فالفلوس هتلاقيها عند الشخص المشهور اكيد، فانت تاخد الشخص ده وتنمي موهبته وحاول اطلع احسن حاجة عنده، لان هو كده كده هيعمل دعاية للعمل اللي انا هاخده فيه، سواء بإثارة جدل او بمدح ليه، لان اصلا ممكن الناس تقرر انها تتفرج على العمل ده لان هم داخلين عايزين يشوفوا فشل التمثيل بتاع الشخص ده، اللي هو لما تيجي نشوف بقى تمثيله ده تلاقيه تمثيله سيء جدا، لما نيجي نشوف الواد الانفلونسر ده هيدخل يلاقيه لا ده ممثل يا عم مش كويس قوي بس معقول، فينبهر بقى، بتبقى الصدمه اللي هو انت عندك توقعات قليله والراجل عمل حاجه حلوه، فاللي هو ايه ده، لا طب ما ده جامد ده يجي منه، ولا وتبقى دعايه حلوه للعمل الفني وللشخص نفسه اللي يثبت لك نظريه ان الشعبيه مهمه. ابيو يا سيدي، هل ابيو لو ما كانش رابر مشهور كان هياخد دور بطوله مع زينه في مسلسل الليله واللي فيها؟ صراحه انا ما اظنش، لان اكيد 100% في حد عنده موهبه اكتر من ابيو في مصر عامه، بس ده ابيو فاهم، ده عنده جمهور وقاعده جماهيريه واستهداف شريحه كبيره واثاره جدل، واللي هي الناس عندها حب استطلاع تشوف هيعملوا ايه بابيو، ده راجل رابر جامد يعني وبتاع، فده ماركتنج ببلاش. بس اصلا هل كل واحد مغني ياخد فرصه انه يمثل بينجح فيها ويكمل بعد كده؟ بصراحه لا. يعني عندك مثلا اوكا اورتيجا فيلم 8%، هل اوكا اورتيجا كملوا؟ هل انت دلوقتي بتشوف مثلا اوكا بيطلع دور تاني او اورتيجا بيطلع دور تاني؟ لا، لان الفيلم كان سيء والتمثيل باين قوي ان الدنيا كانت بايظه، واعتقد ده بسبب كبير من المخرج يعني، فبالتالي ما كملوش كممثلين، لانه كان ممكن مخرج يشوفهم يقول لا ده انا ممكن اطلع حاجه حلوه من اوكا او من اورتيجا، بس خلاص لا، شافوا ان الدنيا وقعت. فده بقى يجاوب لك على كزبره موهوب ولا لا. طول ما هو مكمل وبيجيله ادوار فهو موهوب كده كده، مش بقول لك ان هو موهوب كتمثيل قوي، بقول لك ان هو موهوب كقبول، انك انت شخصيه الناس تتقبلها، دي حاجه مش سهله. يعني كزبره ده مش كل جمهوره اللي بيتفرج عليه دلوقتي اللي كانوا بيسمعوا مثلا، لا، قاعده جماهيريه كزبره كبرت دلوقتي اكتر ان هم اعجبوا بيه كممثل او ككاريزما، فممكن تمثيله يتطور كمان مع الوقت، ويحاول ان هو يطور ان الناس ما تزهقش منه، لان في ناس كتير اتشهرت في فتره معينه واسهمتهم كترت قوي، بس تكرارهم للشخصيه وقع الدنيا منهم خالص، وبقوا من الناس اللي بيتضرب بيهم المثل في افلامهم السيئه. هو بالمناسبه احنا كنا عاملين فيديو عن اوكا اورتيجا، ممكن تروح تشوفه من اللي فوق يعني مثلا ويجز قبل ما يعمل بيبو، انت كنت تتوقع ان ويجز تمثيله هيطلع كويس؟ لا ما اظنش، بس انت لما تتفرج على المسلسل هتلاقي ان ويجز من احسن الممثلين في المسلسل كله، لدرجه ان هو تفوق على البطل نفسه اللي هو احمد مالك اللي هي شغلته اصلا ممثل. ووصلت ان عمرو سلامه كلم احمد مالك قال له ما تزعلش من ان مثلا الناس بتمدح جامد قوي في ويجز وبتاع، واحمد مالك قال له انا متفاهم ده كله، ونجاح ويجز ده من نجاح المسلسل يعني. فويجز بصراحه كان جامد. فانت مثلا كمشاهد او واحد موهوب عامه، لما تشوف واحد من التيك توك واخد دور كده او بيعمل اعلانات ما تحقدش عليه، لا يعني ما تقولش بقى بص احنا اللي عملنا للقرف قيمه ومش عارف ليه. يعني انت بتحقد على واحد شقيان حرفيا، وانت عارف اكيد ان هو ده اكيد شقيان، لان هو لا ليه قريب ولا حبيب في المجال. فيا عم لو عايز تحقد روح احقد مثلا على واحد ابوه نجم مثلا، هتفهم حقدك، ولو انه مش من حقك، لان في نجوم كتير جامده او ابناء ممثلين وتفوقوا تقريبا على ابهاتهم. انا بالنسبه لي افضل ابن ممثل هو احمد الفيشاوي، ده اتولد ان هو يكون ممثل بصراحه، وكنت بفكر اعمل حلقه عن الحوار ده. فانت اقعد فكر ازاي المشاهدين تحبك قبل حتى ما المنتجين يحبوك. يعني انت اي حد حرفيا كان بيغني في فتره ما وكان مشهور قوي بياخدوه على طول، تعالى يا باشا تعالى مثل. الكلام ده من زمان جدا، ايام محمود شكوكو ومحمد عبد الوهاب وعدويه وحكيم وسعد الصغير ومحمود الليثي ودياب وعمرو دياب، وحاليا ويجز وابيو. انا في رايي اي حد عايز يتشهر او يوصل يكون بيحاول وبيدرس وبيطور من نفسه، بيقدم يعمل كاستنج او اي موهبه ما يحاول يقدم ويوصل للناس، بس لازم جنب ده حاجه تعملها على السوشيال ميديا
100% انت بتزود فرص قبولك في اي حاجه، خصوصا لو بقى ليك جمهور او ناس قليله حتى كده صغيرين بيحبوك. يعني انت اصلا متخيل ان كزبره كان بيعمل المهرجانات دي كلها ونجاحاته في المهرجانات دي عشان يمثل؟ في الاول كنت اصلا عايز امثل، فابتديت ان انا اعمل اي حاجه تظهرني، ان انا اغني بقى، اعمل سكتشات، فابتديت اشتغل على السوشيال ميديا. قلت ايه اكتر حاجه هتوصل مثلا الانسان ده لمنتج يشوفني، المخرج كويس يشوفني. انت متخيل في مصر عشان توصل لازم تجيبها كده حرفيا؟ الراجل عمل ده كله عشان بس انه يظهر. فشوف انت بقى كام كونتنت كرييتور او ناس بتعمل فيديوهات هدفها اساسا حاجه تانية غير الفيديوز دي. ايه انت هتشك فيا ولا ايه؟ لا لا لا، على فكره ازعل منك، اوعى تشك فيا. انت لو شكيت فيا يا صاحبي بقى خلاص كده علاقتنا باظت. انا هنا راجل بعمل فيديوهات عشان اقدم لك معلومات واعبر عن ارائي، دي مساحتي التعبيريه. لا 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 بجد زعلان منك. لا 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 ما كنتش اتصور منك كده على فكره. بس لو في اي حد عايزني في دور تمثيل كده ولا حاجه مش هقول له لا اكيد، يعني يرن بس وانا اجيله. طب هل وجود ناس مش دارسه ده هيؤثر على الفن؟ طبعا لا، لان ببساطه اي حد بياخد فرصه او الفرصه دي بتفشل وبيبان تمثيله سيء، استحاله تلاقيه بيعمل فيلم تاني او دور تاني. خلاص بتبقى تجربه وعدت. الا بقى لو انت معاك واسطه، يعني هتفضل تحاول لحد ما يبقى عندك موهبه فعلا. يعني بجد لو كل الناس بتاخد نفس الفرص انها تجرب كذا مره اكيد موهبتهم هتتحسن. واغلب الممثلين اصلا خدوا فرصتهم بالصدفه. يعني عندك مثلا احمد حلمي وصل حرفيا بقفاه، يعني مش جابها بظهره، لا جاب قفاه. كان بيصور برنامج مع اطفال بيتكلم معاهم ومش ظاهر منه غير قفاه. وحتى هو ما كانش هيبقى المذيع ده، هو كان رايح على ان هو يبقى المخرج، بس اترشح فجاه ان هو يبقى مذيع وفعلا بقى هو المذيع بتاع البرنامج ده. والبرنامج ده نجح جدا بسبب خفه دم احمد حلمي اللي ظهرت من خلال الشاشه. طب انت الدلع بتاعك ايه؟ كنوزة. كنوزة وأوكا صح؟ ايوه. بعدها بقى عمل مسلسل في دور صغير وفي دور صغير كده لحد ما عمل فيلم عبود على الحدود. ده بقى ايه اللي سمع معاه وخلاه بعد كده يعمل الناظر. ومن ساعتها كارير احمد حلمي زي ما انتم شايفين. ودايما اصلا هتلاقي الناس بتتشهر وبتدخل الفن وهم بيعملوا حاجه تانية خالص مالهاش دعوه علاقه بالتمثيل، ويقعد يقول لك انا دخلت بالصدفه وبتاع، وانت بقى تقعد تستفز. مع ان انا شايف انك انت لا ما تستفزش، ده انت ايه تطمح اكتر وتعرف بقى ان الدنيا دي ماشيه بالارزاق. لان ببساطه اصلا اي حد ممكن يكون جواه موهبتين عادي، بيعرف اغني عن مهرجانات وبعرف امثل. ما انا مش مولود بحاجه واحده يعني او موهبه واحده طول حياتي. عشان كده تلاقي مثلا واحد بيعمل ستاند اب كوميدي وبيمثل ممكن تلاقيه نجح جدا في التمثيل وزي ما هو ناجح في الستاند اب. لا، في واحد بيعمل ستاند اب بس وجرب التمثيل ما نجحش، لان دي موهبه غير الموهبه. فانت لو ربنا كرمك وطلعت تعرف تعمل الاثنين هتودي. زي طه دسوقي وعبد الرحمن محمد، الناس دي ناجحه فعلا في التمثيل. وكان قبلهم على فكره مجرب علي قنديل ان هو يمثل، واعتقد ان هو ما نجحش لان هو ما كررش تجربه التمثيل دي تاني، او ممكن هو بقى يكون كان بيرفض بقى، الله اعلم. فانت دايما اقتنع كده ان لو حد خد فرصه من حاجه بسيطه او حاجه تافهه دي حاجه تشجعك. هو في اغلب الاوقات انت ممكن تحس بان هو بضيقه، بس يعني حاول تاخدها من زاويه تانية، ان هو طالما قدر يوصل من النت يبقى انت كمان توصل، انت كمان من النت. هو حد قدك ولا ايه؟ فوق يا عم، وانت قليل ولا ايه؟ فوق ولا. فبجد اي حد يطلع من الشعب المصري كده وسطنا نشجعه وندعمه، واللي هو ايه عاش، عشان عايزين نشوف مواهب جديده. اخر حاجه موهبه شفناها كانت عصام عمر، ده اللي حرفيا كان مكسر الدنيا لحد دلوقتي ساعه مسلسل بالطو اللي انا نفسي اتكلم عنه برده لحد دلوقتي. مسلسل جامد. فانا شايف ان وجود المنصات الكتيره حاليا ده هيخلينا نشوف مواهب كتيره جايه الفتره الجايه. بس يا سيدي اتمنى تكون الحلقه عجبتك، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، ويا رب تكون وجهه نظري وصلت لكم. سلام يا صاحبي.